بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة ميدل 2 إن شاء الله بإذن الله هنبدأ lesson 2 اللي هو بقى الفورو بتاع ال properties of proportion، اللي هو إيه متابعة بقى إيه الخصائص بتاعة التناسب اللي إحنا إيه خدناه في lesson 1. هنكمل بقية الإيه ال properties الخصائص. أول property أو خاصية عندك هتلاقيها equality of two inverse اللي هي تساوي المعكوسات. يعني أنا جيت قلت لك A over ال B equal C over D، فلو جيت عملت جبت الريسيبروكال قلبت دي كده، جبت الريسيبروكال المقلوب بتاع دي كده، الاتنين هيبقوا ايكوال. يعني لو قلت لك بي اوفر الاي هتيكوال هتقلب دي هتبقى سي اوفر دي. بس كده. جرب كده مع اي فراكشن، يعني خد اكزامبل كده وجرب مع اي فراكشن. مثلا انت عارف ان ال 1 اوفر 2 ال 1 هاف ايكوال 3 اوفر 6، يعني هات الريسيبروكال المقلوب بتاع ده وده كده يقلبهم 1 اوفر 2 هتبقى 2 اوفر 1، وال 3 اوفر 6 هتبقى 6 اوفر 3، اللي هما في كل الاحوال هيكوال هيساوي 2، فكده بقوا ايكوال برضه. مثلا لو قلنا 3 over 5 equal 6 over 10، هات الريسيبروكال بتاع ده يبقى 5 over 3، يبقى هقلب كده وهقلب الناحية التانية 10 over 6. عايز تتأكد ان هما equal اعمل cross multiplication 5 times 6 ب 30 و 3 times 10 ب 30، يبقى انا في السليم، يبقى هما equal. يبقى ال equality of inverses اللي هي تساوي المقلوبات بتقولي if two ratios are equal، لو عندك نسبتين بيساوي بعض بيقول لي then their inverses are so equals، يعني مقلوباتهم هي كمان هتكون متساوية. تعال ناخد example بسرعة كده. بيقول لي if 3 over x equal 4 over y equal 5 over z، بيقول لي prove that، عايز يثبت الكلام دوت اللي هو root x power 2 plus y power 2 equal 2x plus y minus z. فانت تبدأ واحدة واحدة كده تهندل ده وتظبطه بشغل الايه، بشغل lesson 1. طالما 3 over x equal 4 over y equal 5 over z، يبقى معناها الريسيبروكالز المقلوبات هتتساوى برضه، يبقى كده اقدر اقول له كده، اقول له كده since، اقول له ان 3 over ال x equal ال 4 over ال y equal ال 5 over z، يبقى زين الاستنتاج هقول له بجيب الريسيبروكالز المقلوبات بتاعتهم، يبقى اقول له x over 3 equal y over 4 equal z over 5، وهقول له بقى equal بقى اللي هو ايه constant of proportion ثابت التناسب اللي هو k، فبالتالي الاكس هتيكوال 3k والواي 4k والزد هتيكوال 5k، واشتغل شغل المرة اللي فاتت. يبقى x هتيكوال 3k، الواي هتيكوال 4k، الزد هتيكوال 5k، وابدا اشتغل. ابدا بقى ايه يشتغل طرف طرف كده، اقول له ليفت هاند سايد الطرف الشمال، هشتغل على الايه ليفت هاند سايد الطرف الشمال. هو بيقول لي هنا روت اكس باور 2 بلس واي باور 2، روت الاكس باور 2 الاكس باور 2 هتعمل سبستيتيوتنج تعويض، يبقى 3k اول باور 2، خلي بالك كلها باور 2 عشان ما تعملش الباور 2 على 3 ولا على الكي لوحدها، بلس الواي باور 2، يبقى اقول له 4k اول باور 2 كلها باور 2، بس ما تنساش السكوير روت. كل ده هيكوال، احسب بقى 3 باور 2 ب 9 وكي باور 2 بكي باور 2، يبقى هنا كده 9k باور 2، و4 باور 2 16، وهنا كي باور 2، يبقى بلس 16k باور 2. طبعا تحت السكوير روت 9k باور 2 16k باور 2، يبقى كده 25k باور 2. طبعا خد السكوير روت بتاعك هتطلع المفروض بوزيتيف اور نيجاتيف 5k، بس هنا لو انت لاحظت هتلاقيه قال لك هنا بيقول لي كده بوزيتيف كوانتيتيز كميات موجبه، فانت هتاخد الحل البوزيتيف بس، يبقى انت كده الحل بتاعك هتاخد الايه الكميه البوزيتيف بس، هتقول له 5k فقط. طب كده ده الليفت هاند سايد، تعال نشتغل في الرايت هاند سايد الطرف اليمين، بقول له RHS. هنا بيقول لي 2x بلس y minus z، كده هشتغل في الطرف اليمين اللي هو ده. شوف 2x اشيل اعمل substituting تعويض، هشيل الاكس احط بدالها الفاليو بتاعتها اللي هي 3k، يبقى 2 times 3k بلس y، الواي عندك بص كده عليها هتلاقيها 4k، يبقى بلس 4k minus z، الزد عندك اهي 5k يبقى minus 5k، كده 2 times 3k يبقى كده 6k بلس 4k minus 5k هتطلع برضو 5k، يبقى كده الطرفين طلعوا بيساوي بعض، يبقى اقول له left hand side equal right hand side both of them كده هما هي equal 5k، بس كده. بعد كده بيقول لي بقى دي تراي باي، انت وقف كده 5 دقايق وحاول تحل لوحدك، وبعد لما تخلص حلك ارجع بص شوف حلك صحيح ولا لا. بيقول لي if 1 over x equal 2 over y equal 3 over z، بيقول لي find the value of 3y minus z over 3x minus 2y plus z. فاحنا نبدأ نشوف ده. نجيب اول حاجة الايه، طالما الفراكشن z equals 1 over x و 2 over y و 3 over z، يبقى الريسيبروكالز مقلوباتها هتتساوي، يبقى ساعتها اقدر اقول له كده since، اقول له 1 over ال x بيكوال 2 over ال y بيكوال 3 over الزد، يبقى زين على طول اقول له كده، يبقى x over 1 equal y over 2
equal z over 3. وطبعا هتقول له equal اللي هو الكونستانت اوف بروبورشن ثابت التناسب k، فبالتالي الاكس هتيكوال هنا 1 تايمز k يبقى k، والواي هتيكوال نفس القصة 2 تايمز k ب 2k، والزي بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها 3 تايمز k ب 3k. وابدا امسك كده سايد باي سايد. هنا مفيش بقى طرفين، يعني مش هقول له كده ايه ليفت هاند سايد ورايت، انت عندك عايز الفاليو القيمة بتاعة الكتلة دي كلها اللي هي 2y minus z over 3x minus 2y plus z. ادوس equal وابدا اشتغل كده. 2y يعني يلا 2 تايمز الواي بتاعتك اللي هي ب 2 بتاعتك ب 2k، يبقى انت 2y اقول له 2 تايمز 2k minus z، الزد بتاعتك ب 3k بقول له minus 3k over 3x يعني 3k لان الاكس بيكوال k minus 2y بقول له minus 2 الواي عندك اهي ب 2k يبقى minus 2k plus z، الزد عندك اهي ب 3k يبقى plus 3k، وابدا اهي اسمبليفاي اختصر ده. عندك 2 تايمز 2k كده 4k minus 3k يبقى k بس، عندك 3k minus 2k يبقى k، طب k plus 3k كده 4k، فكده عندك k over 4k كنسل الk مع الk تطلع 1 over ايه 1 over 4. طالما كنسلت ده وفضل ما تقولش 0 1، يعني كأني بعملت k divide by k يبقى ب 1، تبقى الحل بتاعي الاكسبريشن ده الفاليو بتاعته او قيمته هتطلع 1 over 4. نبدأ بقى ببروبرتي مهمة جدا برضو عايزين نتكلم عنها اللي هي interchanging the mean. interchanging يعني تبادل الوسطين. بيقول لي if two ratios are equal، يعني عندي two equal ratios، بيقول لي كده، بيقول لي then interchanging the position of the means also produces two equal ratios. يعني بيقول لي لو عملت تبادل في الوسطين هيطلع لك نسب متساوية. يعني هنا لو عندك a over ال b equal c over ال d، المينز الوسطين اللي هم السي والبي هنا، لو عملنا لهم انترتشينج تبادل جبنا دي هنا وجبنا دي هناك هي ايكوال بعض، هيساوي بعض، يبقى الاي اوفر السي هت ايكوال، انا جبت السي هنا ووديت البي هناك، ايكوال البي اوفر الدي. يبقى لو عملنا انترتشينج للمين يطلع برضو هيجنريت هيولد تو ايكوال ريشيوز، هيولد نسبتين متساويتين. ناخدوا اكزامبل بسرعه. يعني لو عملنا 2 اوفر 3 احنا عارفين ان هي مثلا بتيكوال مثلا 10 اوفر 50، فدول ايكوال ريشيوز تساوي متكافئه، اعمل كروس تتاكد ان هما ايكوال. لو عملنا الانترتشينج او التبادل اللي هو قال عليه بدلنا هنا دول ال3 وال10 جبنا ال3 هنا وال10 هنا هيطلع لك 2 ايكوال ريشيوز، يبقى 2 اوفر بدل 3 تبقى 10، والناحيه التانيه برضو نفس الكلام، ال10 هستبدلها هنا ب3 يبقى 3 اوفر 15. اتاكد ان انا مظبوط اعمل سمبليفاي لده ولده، ده ديفايد باي 2 ده ديفايد، او اعمل كروس مالتيبليكيشن 2 تايمز 15 ب 30 و10 تايمز 3 ب 30 يبقى انا في السليم، او تسمبليفاي تختصر كل واحد من دول 2 اوفر 10 اعمل لها سمبليفاي ديفايد باي 2 ديفايد باي 2 تبقى ايكوال 1 اوفر 5، والتانية 3 اوفر 15 برضو ديفايد باي 3 هنا النيوميريتور والدينومينيتور او الانتسيدنت والكونسيكوانت المقدم والتالي هتطلع 1 اوفر 5 برضو، فكده دول ايكوال ريشيوز. يبقى عندي if two ratios are equal then interchanging the position of the means also produces two equal ratios. يعني لو عندي نسبتين متساويتين تبادل مواقع الوسطين هيولد او هيصنع نسبتين برضو متساويتين. interchanging the extreme اللي هو تبادل الطرفين بقى. هنا بيقول لي two ratios are equal لو عندي نسبتين متساويتين، بيقول لي كده then interchanging the position of extremes، تبادل الاكستريمز تبادل الطرفين، بيقول لي also produces two equal ratios يولد لك نسبتين متساويتين. يعني لو قلنا ال A over ال B equal ال C over D، احنا هنعمل بقى ايه interchange او تبادل للايه للطرفين، نجيب ده هنا وده هناك، يبقى اقول له D over ال B هت equal ساعتها ال C over ال A. example بسرعة 3 اوفر 4 احنا عارفين هي بتيكوال 6 اوفر 8، عايزين نعمل انترتشينج للايه للاكستريمز، نعمل تبادل للطرفين اللي هم ال3 وال8، هتجيب دي هنا ودي هناك، يبقى ال8 تيجي مكان ال3 يبقى 8 اوفر 4، جرب كده وال3 تيجي مكان ال8 يبقى 6 اوفر 3، جرب 8 اوفر 4 دي ايكوال 2 و6 اوفر 3 دي ايكوال 2 بيساوي بعض، يبقى تمام انا في السليم. يبقى لما بعمل انترتشينج للاكستريمز بعمل تبادل للطرفين بيدي برضو ايه 2 equal ratios. طب تعالى نجرب لو عملنا للاتنين، يعني لو عندي انا عارف ان ال1 half هو 2 over 4، لو عملنا interchange للمين للاكستريمز سوري، عملنا interchange للاكستريمز وللمينز في نفس الوقت، هل هيحصل 2 equivalent ratio؟ نشوف. يلا انت لو بدلت ال2 هنا ب2 هنا مثلا هتطلع هنا زي ما هي 2 مش هتتغير حاجه.
وال1 ده ال1 ده هبدل هحط بداله 4 يبقى هنا 4 اوفر 2. يلا بينا نعمل الانترتشينج نكمل. ال2 هنا هتستبدل مكان دي فهتفضل 2 زي ما هي. ال4 دي هتستبدل ب1 تبقى 1 فادتني برضو 2 equivalent ratios. يبقى احنا نجيب 2 كده نعمل اكزامبل. نعمل بقى هنا انترتشينج كمان للايه لاكزامبل تاني. نعمل مثلا 7 over 8 و14 over 16. اعمل انترتشينج للمينز والاكستريمز الوسطين والطرفين على حد سواء في نفس الوقت. فهات كده ال16 مكان ال7 يبقى هنا 16 وهنا الناحية دي ال7. نفس الكلام بدل اعمل انترتشينج تبادل تبقى ال14 تيجي هنا وال8 تيجي هنا. اعمل سمبليفاي لده هتلاقي اداك ده يبقى تمام كده برضو. يبقى لو عملت انترتشينج للمينز والاكستريمز في نفس الوقت برضو هتتحصل على 2 equivalent ratios او نسبتين متكافئتين. هنا بقى بيقول لي كده بيقول لي from the previous property من الخاصية السابقة بيقول لي can be formulated as follow. يعني ممكن يتم تشكيلها او صياغتها بالشكل ده. احنا عارفين ان انا لو عندي ريشيو مثلا 1 over 2 equal 3 over 6 ان الراجل اللي فوق ده بنسميه antecedent واللي تحت ده بنسميه consequent المقدم والتالي. وده كذلك هنا ده antecedent وده consequent المقدم والتالي. لو جيت عملت الانتسيدنت اوفر الانتسيدنت قسمتهم على بعض تبقى 1 اوفر 3. وجيت عملت الكونسيكوينت اوفر الكونسيكوينت هيطلع برضو ايكوال 2 اوفر 6. ال 1 اوفر 3 بتيكوال 2 اوفر 6. انتسيدنت اوف فيرست ريشيو اوفر الانتسيدنت وفي السكند ريشيو يعني مقدم النسبة الأولى على التانية وزي ما احنا عملنا هنا هتيكوال الايه الكونسيكوينت اوف فيرست ريشيو تالي النسبة الايه الأولى تالي اللي هو ايه الدينومينيتور بتاع النسبة الأولى اوفر الكونسيكوينت اوف السكند ريشيو زي ما عملنا هنا. عملنا ال 1 اوفر 3 الانتسيدنت اوفر الانتسيدنت ايكوال الكونسيكوينت اوفر الكونسيكوينت. المقدم على المقدم هيطلع بيساوي التالي على التالي. يعني لو عملناها كرول او كقاعده يبقى الايه لو اوفر البي ايكوال السي اوفر التي فنقدر نقول ان الايه اوفر السي ايكوال البي اوفر دي. ولا العكس برضو خلي بالك. ما انت العكس هي الانتسيدنت اوفر الانتسيدنت ايكوال الكونسيكوينت اوفر الكونسيكوينت والعكس. لو بدأت بالكونسيكوينت اوفر الكونسيكوينت هتيكوال الانتسيدنت اوفر الانتسيدنت سيان. هنا بيقول لي فور اكزامبل بيقول لي if a over a to b equals 3 to 5 يبقى هنا في ريشيو عندي a to b equals 3 to 5 فانا هقول له ال a over ال b equals 3 over 5. يلا عشان نشتغل بال a بالكونستانت بروبورشن ثابت التناسب هنعمل ال a over ال 3 equal ال b over ال 5. يبقى ال a over 3 equal b over 5 وهقول له ان ده equal ايه equal كده بداية قبل ما اشوف اي شيء. هنا بيقول لي find the value of 20a minus 7b to 15a plus b. يبقى هو عاوز القيمة الفاليو بتاعت دوت. فانا ابدا اشتغل كده اجيب بقى الايه هنا عندي هقول له الايه عندي بتيكوال 3 تايمز كي ب 3k والبي كذلك هنا ب 5 تايمز كي ب 5k وابدا بعمل سبستيتيوتنج تعويض في الكلام ده. ممكن انت صورة الريشيو دي تظبطها تخليها كده ايه فراكشن بار. اعمل 20a minus 7b over 15a plus b وابدا اشتغل كده بالراحة. 20a يعني 20 تايمز الايه اللي هي 3k minus 7b يعني 7 تايمز ال 5k over 15a يعني 15 times ال 3k plus ال b اللي هي plus 5k ونبدأ نسمبليفاي الكلام ده. 20 times 3k كده 60k minus 7 times 5k يبقى 35k 15 times 3k 45k plus 5k 60k minus 35k يبقى 25k 45k plus 5k يبقى 50k هتكنسل k مع k بقت 25 over 50 اللي هي اعمل لها سمبليفاي تطلع 1 هاف نص لان ال 25 ايه علاقتها بال 50 نصها 1 هاف. اعمل ديفايد 25 هنا وهنا تطلع equal 1 هاف او تدخلها على الكالكوليتر. هنا بيقول لي if x over y equal 2 over 3 فنفس الايه القصه بيقول لي find the value of وجايب لي ايه ال 3x plus 2y over 6y minus x وعايز الفاليو بتاعت الايه الاكسبريشن ده.
فانا اقول له كده x over ال y equal to over 3، فاشتغل بالرول antecedent over antecedent equal consequent over consequent، يبقى x over 2 equal y over 3 equal k، يبقى ال x هت equal 2k وال y هت equal 3k. وابدا اشتغل بقى. يبقى الريشيو بتاعتي اقول له 3، هنا بيقول لي 3x، يبقى 3 اعمل substitute بالاكس times 2k لان الاكس عندك ب 2k plus 2y، يبقى 2 times 3k يعني اللي هي الفاليو في y تحت 6y، يعني 6 times ال y اللي هي 6 times 3k minus x اللي هي 2k. نسمبليفاي بقى الكلام ده، 3 times 2 كده كده 6k plus و 2 times 3k كده 6k، تحت هنا 6 times 3k يبقى 18k minus 2k، كده بقى عندي فوق هنا 6k و 6k يبقى 12k، 18k minus 2k يبقى 16k، يبقى كده عندي كنسل k مع k يبقى 12 over 16، عامل simplify divide by 4 divide by 4 تطلع equal 3 over 4. يبقى كده الريشيو دي طلعت equal 3 over 4 بتساوي 3 على 4. هنا بقى addition and subtraction of antecedent and consequent of the ratios. كده الجزء السهل كده عدى، الجزء اللي فاضل ده جزء غالي شويه ومحتاج ايه دردشه كده، وهنقعد نهري شويه مع بعض في شويه property وخصائص متفرعه من البروبرتي 3 دي، عشان في حاجات انت لازم ايه تبقى على درايه بيها، لان هو مش بيبقى ذكر كل حاجه برضو ايه في الجزء اللي هو ايه سرد فيه البروبرتي. بيقول لي if a over b equal c over d equal e over f equal k. يعني لو عندك كل دول ريشيوز كده equal ratio وبيساوي ايه الكي اللي هي الايه الكونستانت اوف بروبوشن ثابت التناسب. بيقول لي لو انت جيت عملت الاي بلس السي بلس الاي اوفر البي بلس الدي بلس الاف، دول يدوك الايه الكي نفس الايه الكونستانت اوف بروبوشن ثابت التناسب. نجرب كده في اكزامبل. كده معناها حسب الكلام لو عندنا 1 هاف عارفين ان ايكوال 3 اوفر 6 ايكوال 4 اوفر 8. حسب كلامه لو عملنا بلس للانتسيدنت كله والكونسيكونت كله هيطلع ريشيو بتيكوال ايه اي ريشيو من دول، يعني بتيكوال 1 هاف او 3 اوفر 6 او 4 اوفر. نجرب كده، هنعمل فراكشن بار اهي ونعمل 1 بلس 3 بلس 4 وتحت نعمل 2 بلس 6 بلس 8. نشوف هل الريشيو اللي طالعه دي ايكويفالنت مكافأة ليهم كلهم. نشوف 1 بلس 3 4 4 بلس 4 8 وهنا 2 بلس 6 8 بلس 8 16. فعلا ال 8 اوفر 16 دي ب1 هاف اساسا، فبتساوي اي واحده من دول. يبقى كده البروبرتي دي تمام تحققنا من صحتها مظبوطه. فانت لو جيت اي equivalent ratios او equal ratios نسب متكافئه وعملت numerator او الانتسيدنت كله بلس والكونسيكونت كله بلس، هتلاقي يطلع لك هنا ريشيو بتيكوال one of the given ratio، بتساوي اي واحده من دول او بتساويهم كلهم طبعا لان كلهم بطبيعه الحال ايكوال. ومش بس كده، ده انت عندك كمان لو طبعا انت اي ريشيو من دول قابل ان انت تجيب infinite number of equivalent ratios، تقدر تجيب عدد غير متناهي من النسب المتكافئه. يعني عندك 1 over مثلا 5 تقدر تجيب equivalent دي، هتعمل باي 2 باي 2 تطلع 2 over 10، تعمل باي 3 باي 3 تطلع 3 over 15 and so on بقى وهكذا to infinity. ما لا نهايه تقدر تجيب ايه تجنريت تولد عدد غير متناهي من الايه من الايكويفالنت ريشيو او النسب المتكافئه. فنفس القصه هنا، لو احنا عندي الاي اوفر البي equal c over d equal e over f equal constant of variation k، لو جيت جبت equivalent مكافئ دي ضربتها في اي ثابت او اي قيمه ثابته، زي مثلا الثابت ده الكونستانت ده اسمه m، عملت a times m و b times m، فاللي طالعه دي طبعا هتطلع equivalent مكافئه ليها. طب والسي والدي اعمل تايمز اي كونستانت ثابت رقم تايمز ان تايمز ان، وهنا الاي والاف عامل هنا تايمز ال تايمز ال. فكده الشكل هيبقى عامل كده، a تايمز ام يبقى اي ام، وبي تايمز ام بي ام يبقى انا تحت بي ام، بلس بقى بلس سي تايمز ان بسي ان، لان انت كده لما عملت تايمز انت عملت جنريت ولدت ايكويفالنت ريشيو نسبه مكافئه، فلما تعمل نفس القصه هتطلع لك برضو ايكويفالنت ريشيو للايه لاي ريشيو من دول. وتحت هنا دي تايمز ان يبقى دي ان بلس اي تايمز ال هتبقى اي ال، واف تايمز ال باف ال. كل دول هتدوك برضو الايه الكي هو نفس الايه اي ريشيو من دول بيساوي one of the given ratio احد النسب المعطاه، بس بشرط طبعا ان الام اند ان اند ال doesn't equal ما ينفعش يساوي زيرو، لان لو ساوي زيرو هيطلع واحده من الريشيوز دول زيرو اوفر زيرو. نجرب باكزامبل كده نشوف ايه مساله ونجرب فيها او ايه ندردش شويه كده في الجزئيه دي. لو جينا عملنا مثلا 1 اوفر 4 عارف ان هي equal to اوفر 8، عارف ان هي equal 3 مثلا اوفر 12، كل دول equivalent. لو جينا عملنا هنا باي 2 باي 2
وهنا عملنا هنا مثلا باي 3 باي 3، وهنا عملنا هنا مثلا باي 4 باي 4، وعملنا بلس للكلام ده. 1 تايمز 2 ادي 2، و2 تايمز 4 ادي 8 بلس هنا 2 تايمز 3 ادي 6، 8 تايمز 3 24 بلس 3 تايمز 4 12، 12 تايمز 4 48، واعمل بلس للكلام ده كله. ادي كده 2 6 8 و12 كده 20، تحت 8 بلس 24 كده 32. طب 32 بلس 48 تطلع 80، تطلع 20 اوفر 80. طبعا دي ايكويفالنت واضحه وضوح الشمس، مكافاه لكل النسب دي، 1 اوفر 4 او 2 اوفر 8 او 3 اوفر 12. فلو انا عملت كده عملت تايمز، فانا لو عملت تايمز 2 هنا و3 هنا و4 هنا، ما كده جبت ايكويفالنت ريشيوز، نسب مكافاه للفراكشن الاساسي او للريشيو الاساسيه دي. فبالتالي تحل محلها وتقوم بدورها برضو. لو عملنا هنا بلس للانتسيدنت كلهم والكونسيكوينت كلهم، هيديك نفس النتيجه، يطلع ايكويفالنت ريشيو نسبه مكافاه. كنسل 0 مع 0 هتبقى 2 اوفر 8، هتساويهم كلهم لان هي بتيكوال مباشره للريشيو دي لما اعمل لها سمبليفاي. ولو عملت لها سمبليفاي كمان ديفايد باي 2، ديفايد باي 2 تطلع 1 اوفر 4، اهي هتاكوالت مع دي. ولو عملت تايمز 3 تايمز 3 هتتاكوال مع دي. فبالتالي هي ايكويفالنت بتكافئ كل الايه الريشيوز او النسب دي. يعني ايكويفالنت ايه لاي ريشيو من دول، بطلع نسبه مكافاه لدول. طب لو عملناهم ماينس او عملنا واحده منهم مثلا ايه ماينس، يعني عملنا بلس ماينس، ايه اللي هيحصل؟ تعال نشوف. يعني لو عملنا مثلا ريشيو كده زي مثلا 1 اوفر 3 ايكوال مثلا قلنا 2 اوفر 6 ايكوال مثلا 3 اوفر 9. جينا عملنا دي مثلا تايمز 2 تايمز 2، ودي عملناها تايمز 10 تايمز 10، ودي عملناها تايمز مثلا نيجاتيف 5 تايمز نيجاتيف 5، وعملنا كده ايه فراكشن بار، وشوفنا الايه السم اوف انتسيدنت والسم اوف كونسيكوينت، مجموع المقدمات والتوالي. 1 تايمز 2 ادي 2 بلس 2 تايمز 10 ادي 20، 3 تايمز نيجاتيف 5 يبقى نيجاتيف 15، 3 تايمز 2 ب 6، 10 تايمز 6 يبقى بلس 60، 9 تايمز نيجاتيف 5 يبقى نيجاتيف 45. وابدا اشوف 2 بلس 20 يبقى كده 40، 40 ماينس 15 22. طب 22 ماينس 15 كده 7، 6 بلس 60 يبقى 66 ماينس 45 تطلع 21 اهي. 7 اوفر 21 دي ايكويفالنت بتكافئ اي ريشيو من دول، this or this or this. نبدا نبص كده في التشويسز الموجوده دي. بيقول لي choose the correct answer from this given، عايز ايه يختار الاجابه الصحيحه. بيقول لي if a over ال b equal c over ال d equal e over ال f equal 3 over 4. عايز الفاليو بتاع الكلام ده كله، بتاع الريشيو دي. فانا ابدا ابص كده كل شيء حصل للريشيوز اللي هي الاي اوفر بي والسي اوفر الدي والاي اوفر الاف. الاي هنا عندي اي اوفر بي مفيش حاجه حصلت فيها زي ما هي، لكن السي اوفر دي عملت تايمز 3، فكاني جيت عملت هنا تايمز 3 تايمز 3. طب والاي والاف عملت تايمز 2 تايمز 2 زي ما انت شايف، فكاني عملت هنا تايمز 2 تايمز 2، وعملت بلس اديشن للانتسيدنت والكونسيكوينت. فطبعا الكلام ده كله هيديك نفس الريشيو اللي هي 3 اوفر 4، مش هيغير شيء زي الرول اللي احنا خدناه. يبقى هتفضل 3 اوفر 4 زي ما هي، لان هي هتغير فيها شيء. هنا بيقول لي x اوفر ال 5 ايكوال ال y اوفر 3 ايكوال، بص كده 2x بلس 2y اوفر l. فانا ابدا ابص ال x زي ما هي لم تتغير، يبقى الانتسيدنت والكونسيكوينت مقدم وتالي، النسبه دي مش هيحصل له حاجه. لكن الواي بص بقت كام؟ بقت 2، يبقى الواي بيكمز 2، يبقى انا هنا اعمل تايمز 2 تايمز 2، وابدا بعمل اديشن اجمع دول مع بعض. x زي ما هي يبقى x تنزل بلس y تايمز 2 يبقى بلس 2y اوفر تحت هنا 8 5، يبقى تحت هنا عندك 5 بلس 3 تايمز 2 ب 6. فانت قارن كده الاكس بلس 2 واي اهي، هنا 5 بلس 6 يبقى ب 11، يبقى ال اللي هنا ده ب 11 ب 11، يعطي ذا فاليو في ال يبقى 11. احنا هنا جبنا 3 اوفر 4 وهنا جبنا الفاليو بتاعت ال 11. هنا بيقول لي الاي اوفر 2 ايكوال بي اوفر 8. بص ابدا بقى شوف التغير. الاي هنا زي ما هي ايه، ما حصلش شيء، يبقى سيب الريشيو دي زي ما هي كده، شد الفراكشن بار واحط ايه اوفر 2. البي هنا بص بقت ايه، بقت 1 4 سي بي، بقت ربع بي، يعني كاني عملتها تايمز 1 اوفر 4 هنا وتايمز 1 اوفر 4 هنا. فبي تايمز 1 اوفر 4 هعمل بلس واقول له 1 اوفر 4 بي. كده انا ظبطت النيوميريتور بقى زيها، اقول ايه الانتسيدنت. ابدا ابص في الكونسيكوينت 8 تايمز 1 اوفر 4 يعني ربع ال 8 تبقى 2. يبقى كده عرفت ان الدينومينيتور طالما الانتسيدنت ايكوال الانتسيدنت يبقى الكونسيكوينت بيساوي بعض، يبقى الاكس عباره عن 2 بلس 2، يعني الاكس هنا هتيكوال 4، يبقى الفاليو في اكس هنا عندي 4. اللي بعدها بيقول لي a over 3 equal b over m equal 2a plus 3b over 21. فانا ابدا كده هندل الايه الريشيو بتاعتي الجديده.
ال A هنا عندي بقت 2A، يبقى هنا عملت تايمز 2 تايمز 2، يبقى هنا فوق 2A وتحت هنا 3 تايمز 2 ب 6 بلس 3B يبقى البي هنا الريشيو اللي فيها البي انا عملتها تايمز 3، بعمل هنا تايمز 3 وتحت تايمز 3، يبقى بي تايمز 3 ب 3 بي وام تايمز 3 يبقى هنا 3 ام. كل ده بيكوال الريشيو دي اللي هي 2A بلس 3B over 21. هندلت الانتسيدنت ايكوال يبقى الكونسيكوانت اللي تحت ايكوال، خلاص اهو بالمقارنه على طول من غير ما اعمل ده. ابص كده الانتسيدنت انا خليته زي بعض، يبقى الكونسيكوانت زي بعض، 21 هيساوي الكلام ده، يبقى 6 بلس 3M equal 21. هودي ال 6 بالماينس يبقى 3M هتبقى 21 minus 6 equal 15. divide by 3 هنا وهناك تبقى ال M هت equal 5، يبقى ال M بتاعتي 5. هنا بقى تشوز برضو، انت واقف كده وحاول تجرب تحل وشوف نفسك فهمت الكلام اللي فات ولا لأ، ولو خلصت حل ارجع بقى شوف الحل الصحيح. بيقول if x over y equal m over n equal 7 over 18. بيقول لي what is the value of 2x. شايف انت الريشيو دي عمل هنا times 2 times 2، وهنا ال 5m وال 5n عمل هنا by 5 by 5، وبعد كده عمل لهم بلس، فطبعا ده هيديك نفس الايه الجيفن ريشيو، نفس النسبه المعطاه، هيديك 7 over 18 برضه. هنا بيقول لي x over ال 4 equal y over 3 equal، ابدا ابص للتغيرات اللي طلعت، الاكس زي ما هي، الريشيو اللي فيها اكس زي ما هي ما اتغيرتش، اكس اكس، يبقى انا اعمل فراكشن بار كده، اسيب الاكس زي ما هي، يبقى اكس اوفر ال 4 زي ما هي. هنا الواي بص بقت 5 واي، يبقى هنا عملت تايمز 5 وهنا عملت تايمز 5 في الانتسيدنت وفي النيوميريتور والدينومينيتور، الانتسيدنت والكونسيكوينت، يبقى واي تايمز 5 يبقى كده 5 واي، والسي تايمز 5 يبقى 15. اعمل بقى كومبيرنج مقارنه كده، الانتسيدنت زي بعض يبقى الكونسيكوينت زي بعض، يبقى الام دي بتساوي ال 4 بلس ال 15 تطلع يبقى الام ب 19، يبقى الحل السليم بتاعي 19. طب اللي بعده هنا بيقول لي a over 12 equal b over 5، وابدا ابص على التغير اللي طار، ال a بقت نيجاتيف 1 هاف a والبي بص زي ما هي بي ما اتغيرتش عادي، فانا شد الفراكشن بار بتاعتي كده عشان هبدا شغل. البي زي ما هي ما اتغيرتش وجت في الاول احطها زي ما هي في الاول، يبقى البي زي ما هي، انتسيدنت احطه زي ما هو، الكونسيكونس زي ما هو اوفر 5. ماينس احط ماينس ماينس، انت عملت هنا الايه بقى نيجاتيف 1 هاف ايه، يعني الايه انا ضربت في نيجاتيف 1 هاف فوق وفي نيجاتيف 1 هاف تحت، يبقى في الدينومينيتور والنيوميريتور عملت تايمز نيجاتيف 1 هاف. ايه تايمز نيجاتيف 1 هاف تبقى نيجاتيف 1 هاف ايه، لان النيجاتيف انا حاططها يبقى نيجاتيف 1 هاف ايه. طب 12 تايمز نيجاتيف 1 هاف، 12 تايمز 1 ب 12 اوفر 2 ب 6، وفي نيجاتيف يبقى نيجاتيف 6 اهي النيجاتيف 6، يبقى كده النيوميريتور او الانتسيدنت ظبطته بقى زيه، يبقى الكونسيكوينت اللي تحت زيه، يبقى الاكس عباره عن 5 ماينس 6 هتيكوال نيجاتيف 1، يبقى الاكس هتيكوال الدينومينيتور اللي هو الكونسيكوينت هتطلع بنيجاتيف 1. اللي بعده بيقول لي ال a over ال m equal b over 4 equal 2a plus b over 14. ابدا ابص للتغيرات اللي طرأت، شد كده الفراكشن بار بتاعتك وابدا انفذها. ال a عندك بقت 2a، يبقى اعمل الريشيو دي اعملها تايمز 2 تايمز 2، يبقى a تايمز 2 يبقى 2a، وتحت هنا m تايمز 2 ب 2a. البي هنا بلس بي زي ما هي ما اتغيرتش، يبقى احط الايه الريشيو دي زي ما هي، يبقى هنا بي فوق في النيوميريتور وتحت 4 في الدينومينيتور. وابدا اكومبير اقارن بقى، الانتسيدنت هنا ايكوال يبقى الكونسيكوينت ده اللي تحت ايكوال، يبقى اقول له 2m بلس ال 4 هتيكوال ال 14 اهي، هتودي هنا بالماينس، يبقى 2m ايكوال 14 ماينس 4 ايكوال 10، اعمل ديفايد باي 2 هنا وهناك، يبقى الام هتيكوال 10 ديفايد باي 2 يعني ايكوال 5، يبقى الام بتاعتي ايكوالز 5. هنا بيقول لي if a over 2x plus y equal b over x plus 2y، بيقول لي prove that، عايز يثبت الكلام ده. انت ابدا تعاملك او اما تبدا تبص المساله، بص للمونوميالز اللي هي الايه الحدود الواحده المنفرده اللي هي زي الايه والبي، هم دول اللي تشتغل بيهم، دخلش نفسك في اللي فيهم بلس وماينس الا لو اضطريت. هنا انت مش مضطر تخش في البلس والماينس في الاكس والواي، عشان ايه هتلاقي العمليه معقده شويه، فانت خش في المونوميالز اللي هي الحدود الواحده اللي هي الايه والبي، يبقى انا ابدا اشكل الواقع بتاعي حسب الايه والبي. هنا عندك a بلس b وهنا a ماينس b، هشكل بقى حسب دول. a بلس b يبقى ابدا اعمل ايه، هعمل الريشيو الاولاني الفيرست ريشيو دي والسكند ريشيو اعملهم بلس عشان اجيب ال a بلس b، يبقى اقول له باي ادنج بجمع الانتسيدنت اند كونسيكوينت، اختصار بقى نكتب كونسيك اوف a الفيرست والسكند ريشيو
بجمع المقدم والتالي بتاع النسبة الأولى والتانية. يلا بينا هشد فراكشن بار كده حلوة. a بلس b يبقى كده a بلس b، وتحت هنا أجمل 2x بلس x يبقى كده 3x، y بلس 2y يبقى كده 3y. طبعا دي بتساوي 1 of the given ratio، بتديك أي واحدة من النسب دول. 1 of the given ratios يعني أحد النسب المعطاة، تديك أي واحدة من دول. طيب يلا بينا نبدأ نشكل بقى إيه الجزء التاني من العملية، وشغلك كله على ال A وال B عشان دول المونوميالز اللي هم الإيه العناصر الفردية أو العناصر لوحدها دي مونوميالز. أنا عندك A ماينس B، يبقى أنا كده عرفت هعمل إيه. هعمل الفيرست ريشيو والسكند ريشيو أعملهم ماينس مش بلس، يبقى أقول له باي subtracting بطرح. برضه نفس الكلام الانتسيدنت and consequent of the first and the second ratio، عشان ايه ما نقعدش ايه نعيد في نفس الكلام. نبدأ بقى نعمل لهم subtraction، نعمل لهم طرح. يلا بينا، بدل بقى ما بقول a plus b هقول له a minus b عشان اشكل الدينومينيتور ده، يبقى اقول له a minus b، وابدا اعمل اللي تحت الدينومينيتور برضه ماينس، يبقى 2x minus x كده x، و y minus 2y يبقى minus y. كده دي بتساوي 1 of the given ratio أحد النسب المعطاة. 1 of the given ratios أحد النسب المعطاة. بص كده يعني معناها إن دي بتساوي الريشيوز دي، ودي كذلك بتساويهم، يبقوا دول الاتنين مع بعض الريشيو دي ودي هيبقوا equal. سمي دي 1 ودي 2، أقول له from 1 and 2 من 1 و 2. من 1 و 2 بقى we deduce that، نستنتج أن we deduce that هيحصل إن الريشيو دي هتيكوال دي، يبقى كده ال A بلس ال B over ال A over ال 3x سوري لسه بلس 3y هتيكوال ايه؟ ال A ماينس ال B over ال x ماينس ال y. لما نطبق الرول بتاعت الانتسيدنت over الانتسيدنت ايكوال الكونسيكونت over الكونسيكونت هيطلع ال B ده. يلا بينا بقى اعمل ده over ده ايكوال ده over ده، يبقى الانتسيدنت over الانتسيدنت المقدم على المقدم هيساوي تالي على تالي، اهي ال A بلس B اهي اعملها over ال A ماينس ال B كده هتلاقي نفسك كونت الباشا ده، وتعمل الكونسيكونت على الكونسيكونت اهي، يبقى 3x بلس 3y over x minus y. كده عطاك المطلوب، خلصت القصة كده، انت حليت السؤال. هنا نفس الكلام نفس الحدوتة. اشكل بقى ايه، ابدا اشكل الواقع بتاعي عن طريق الايه المونوميالز، اللي هو المقدار اللي فيه حد واحد الاي والبي. يبقى شغلي كله تعامل مع الاي والبي، مش هتعامل مع الاكس والواي عشان في عمليات بلس وماينس وفي افلام سودا وفيها تايمز 2x هنا وعندك 2y، فانت هتخش في متاهات كبيرة عشان تصفيها تخليها اكس وواي. فانت تعاملك كله على طول تبدا مع المونوميالز مع الاحاديات، يبقى تعامل مع المونوميالز على طول عشان ما توجعش دماغك. المونوميالز اللي هم اللي لوحدهم دول الاي والبي، يبقى تعامل مع المونوميالز الاي والبي. ابدا اشك هنا عندك 2a بلس b، يبقى اعمل ايه؟ اجي في الريشيو اللي فيها ايه اعملها تايمز 2 هنا وهنا عشان اجيب ال 2a. بلس b الريشيو اللي فيها b مش هاجي جنبها، اعملها زي ما هي بلس b مش هغير فيها حاجه، يبقى له باي مالتيبلاينج ضرب الفيرست ريشيو الانتسيدنت، بين قوسين كده اقول له الانتسيدنت and consequent by 2. يلا بينا and add it to second ratio واضيفها للنسبة التانية and add it to the second ratio واضيفها للنسبة التانية. يلا بينا هنعمل هنا times 2 times a يبقى هنا 2a، وتحت اعمل 2 times هنا وهنا، خلي بالك عشان ده expression اوزع عليه 2 times 2x كده 4x، طب 2 times y كده minus 2y. اعمل بقى الايه الشغل بتاعي، انا هعملها بلس الايه الريشيو التاني يعني بلس الايه سكند ريشيو عشان هنا بوزيتيف في زي ما هي بوزيتيف في ما اتغيرتش، يبقى بلس بي وتحت بلس 2y ماينس x. هتلاقي هنا عندك النيجاتيف 2y اتشالت مع البوزيتيف 2y، فتبقى عندك هنا 4x ماينس x. كده الشكل بقى عامل ازاي بقى 2a بلس b اوفر 4x ماينس x، يبقى كده 3x. واقول له دي بتساوي 1 of the given ratio equal 1، بتساوي اي ريشيو من دول سواء دي او دي، بتساوي الاتنين دول، يبقى اقول له 1 of the given ratio احد النسب المعطاة 1 of the given ratios. ابدأ بقى نفذ ايه الجزء التاني من الايه من الخطة بتاعتك. هنا عندك a plus 2b، يبقى الريشيو الاولانية اللي هي اللي فيها ايه هتسيبها زي ما هي مش تيجي جنبها،
بينما الريشيو اللي فيها البي هنا زي ما انت شايف بقت 2 بي، هتعملها تايمز 2. يبقى انت تبص هنا كده قارن الايه فضل زي ما هو ما اتغيرش، البي هنا بقت 2 بي، يبقى اعمل الريشيو اللي فيها بي دي تايمز 2 كلها. يبقى اعمل الريشيو اللي فيها بي تايمز 2 كلها. يبقى احنا نحتفظ بدي كده علشان ايه، هي دي الشغل بتاعنا، نخليها هنا كده ايه، انا ده اللي وصلت له ال1 اوف ذا جيفن ريشيو احد النسب المعطاه، خليها كده ايه محتفظ بيها ايه في الدرافت في الهامش 2a بلس b اوفر 3x. دي كده الريشيو اللي انا طلعت بيها بتيكويفالنت بتساوي دول، احتفظ بيه عشان امسح واشتغل بقى ايه اكمل شغل. ده اقول له كده امسك السكند ريشيو الايه زي ما هي، يبقى الريشيو دي زي ما هي هنا 2b، يبقى هعمل الريشيو اللي فيها b تايمز 2، يبقى اقول له كده باي مالتبلاينج الضرب السكند ريشيو النسبة التانية دي باي 2، طبعا تقول له بين قوسين كده الانتسيدنت والكونسيكوانت بتوعه المقدم والتاني، and add it وإضافتها to the first ratio، هضيفها للإيه للنسبة الأولى. يلا بينا كده نعمل الكلام ده، نعمل هنا باي 2 باي 2، نعملها بلس مع الفيرست ريشيو 2 تايمز بي كده 2 بي، و2 تايمز 2 واي كده 4 واي، و2 تايمز نيجاتيف اكس يبقى نيجاتيف 2 اكس. هتعملها بلس مع الفيرست ايه، مع الفيرست ريشيو، يلا تعمل هنا بلس ايه فوق وهنا تحت بلس ايه، تعملها بلس دي يبقى بلس 2 اكس ماينس واي، ونبدأ ننفذ بقى الكلام ده نسمبليفاي. هي بلس 2 بي هتسيبها زي ما هي مفيش فيها سمبليفاي، تحتنا عندك 2 اكس ماينس 2 اكس كده بالسلامة كنسلت الاكسات، يبقى عندك نيجاتيف واي وبوزيتيف 4 واي، يبقى عندك 3 واي. دي كده 1 of the given ratio، دي بتساوي أحد النسب المعطاة 1 of the given ratios. بص اللي أنا احتفظت بيها وجمدتها هتيكوالهم ببعض، يبقى تقدر تقول له إن زين سمي دي 1 ودي 2، قول له from 1 and 2 we did use that بنستنتج ايه، ان الريشيو دي هتيكوال دي على طول، يقول له كده 2a plus b over 3x equal a plus 2b over 3y، كنسل 3 مع 3 خلاص. يبقى زين ساعتها تقدر تقول له كده زين 2a plus ال b over x هتيكوال a over 2b plus over ال y، يبقى a plus 2 b over ال y. كده انا ايه خلصت السؤال، كنسلت 3 مع 3، الاتنين في نفس الحاجة نيوميريتور أو دينومينيتور ينفع كنسلهم مع بعض. ممكن تكون مسألة أعقد شوية، بيقول لي x plus y over 7 equal y plus z over 5 equal z plus x over 8، بيقول لي prove that، عايز يثبت الكلام ده. فأنا أبدأ أبص هنا عندي x y z، يبقى أنا هتعامل مع الريشيوز التلاتة دول أعملهم بلس كلهم عشان أضمن حصة متساوية من الإكس والواي والزد، لأن هنا عندك لو بصيت في الانتسيدنت أو في النيوميريتور هتلاقي الإكس هنا 2x والواي نفس الكلام 2y والزد نفس الايه 2z، فانت عشان تضمن حصه متساويه من الاكس والواي والزد هتعملهم بلس كلهم، يبقى اكس بلس اعمل كده اقول له باي ادنج بجمع الانتسيدنت and consequent of 3 the 3 ratios، يبقى بجمع مقدم وتالت تلات نسب. يلا بينا، اكس هتجمع مع اكس كده 2x والواي برضو مع الواي يبقى هنا بلس 2y، والزد مع الزد يبقى بلس 2z، هنا 2z consequent بالتالي او الدينومينيتور 7 بلس 5 يبقى 12 بلس 8 كده دي 20. ممكن اسمبليفاي فوق ديفايد باي 2 تحت ديفايد باي 2، فوق ديفايد باي 2 دي هتبقى اكس بلس واي بلس زد، او اخد ال 2 كمان فاكتور مش فاهم، وال 20 ديفايد باي 2 يبقى 10، يبقى كده دي ايه 1 of the given ratio احد النسب المعطاة بتساوي اي نسبة من دول، يبقى دي بتيكوال 1 of the given ratios. تعالى بقى ايه نبدأ نهندل الدينومينيتور بقى، ظبطنا النيوميريتور نهندل الايه الدينومينيتور. هبدأ ابص كده للدينومينيتور هلاقي هنا عندي اكس ماينس زد، يعني في اكس وزد، يعني الواي تم ازاحتها من الشاشة، يبقى شوف الريشيو اللي فيها الاكس والريشيو اللي فيها الزد مع ازاحة الريشيو اللي فيها الواي. الزد هنا خلي بالك نيجاتيف، مفيش ريشيو من دول فيها الزد نيجاتيف، فكده معناها ان في ريشيو اللي فيها الزد اتحولت نيجاتيف وتم ازاحة الواي. عشان تزيح الواي انت تعمل ايه، بص هنا الواي بوزيتيف وهنا الواي بوزيتيف، هنا الزد عندك زد واحدة بوزيتيف بس انا عايزها زد نيجاتيف، فانت بتعمل ايه، عايزين يزيحوا الواي، امسك الريشيو التانية دي اعملها تايمز نيجاتيف 1، فبالتالي دي هتبقى نيجاتيف واي نيجاتيف زد، كده اقدر ازيح الواي دي مع دي ويتفضل عندك اكس ماينس زد.
يبقى لو عندي تحت اكس ماينس زد يبقى انا ادور على الريشيو اللي فيها الواي مشتركه عشان ابعد الواي، استبعدها خالص. يبقى انا هحتفظ بالاكس والزد وازيح الواي، ازيح الواي وامسك الريشيو اللي فيها بوزيتيف واي، اشوف قصادها ريشيو فيها واي واعملها تايمز نيجاتيف 1 عشان الواي تتكنسل مع بعض. يبقى اقول له باي مالتبلاينج الضرب second ratio by negative 1. طبعا السكند ريشيو هنا المقصود بيها بين قوسين تروح قايل له الانتسيدنت والكونسيكوينت. and add it to first ratio، هضيفها للنسبة الأولى. يلا بينا هنعمل دي تايمز نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 تايمز واي تايمز زد هتبقى كده شكلها عامل كده، هتبقى نيجاتيف واي نيجاتيف زد، واضرب هنا تحت تايمز نيجاتيف 1 5 تايمز نيجاتيف 1 يبقى هنا نيجاتيف 5. دي طبعا هتفضل زي ما هي، يبقى اكس بلس واي. عملت كده ليه؟ عشان هنا عندي عايز اشيل الواي عشان احتفظ بالاكس والزد بس. فانا ادور على الريشيو اللي فيها الواي مشتركه هنا وهنا وازيح واحده. ازيحها ازاي؟ بان انا اعملها تايمز نيجاتيف 1 عشان تبقى بوزيتيف ونيجاتيف وكنسلهم مع بعض. هتكنسل بوزيتيف واي مع نيجاتيف واي بتبقى عندك اكس ماينس زد. والنومينيتور هنا ال7 اسيبه زي ما هو لان انا ما غيرتش الريشيو بتاعت اكس بلس واي. يبقى اكس بلس واي زي ما هي اهي اوفر ال7 نزلت 7 دي ما جتش جنبها انا الريشيو دي، التانية عملتها تايمز نيجاتيف 1 في الانتسيدنت والكونسيكوينت اهي وهي. يبقى اتفضل عندي اكس ماينس زد وتحت هنا 7 ماينس 5. يبقى هنا اكس ماينس زد وهنا 7 ماينس 5 اللي هي ب2. اقول له كده دي ب1 اوف ذا جيفن ريشيو، احد النسب المعطاه، تساوي اي واحده من دول، تساوي دي او دي او دي. يعني معناه ان التو ريشيوز النسبتين دول بيساوي بعض. فكده اقول له from 1 and تسمي دي طبعا 1 ودي 2. اقول له from 1 and 2 we deduce that يبقى نستنتج ان الريشيو دي هتيكوال دي، كل الريشيو النسبتين دول هيساوي بعض. يبقى اقول له x بلس y بلس z هتيكوال اوفر ال 10 هتيكوال طبعا x ماينس z اوفر الايه ال 2. انت عايز هنا الانتسيدنت اوفر الانتسيدنت ايكوال الكونسيكوينت اوفر الكونسيكوينت. يبقى الاكس بلس الواي بلس الزد اوفر الاكس ماينس الزد الانتسيدنت اوفر ايكوال الكونسيكوينت اوفر الكونسيكوينت اللي هي 10 اوفر 2 اللي هي بكام يا استاذ؟ ب 5. كده وصلت للمطلوب. x over 2a plus b equal y over 2b minus c equal z over 2c minus a. بيقول لي proof that، عايز يثبت الكلام التو equal الريشيوز دول عايز يثبت ان هم equal. فانا ابدا ابص للتغير اللي طرأ كده عشان اعرف اتعامل بناء عليه. هنا زي ما انت شايف الريشيو الاولانيه انا بتعامل مع المونوميالز اللي هي الايه الاحاديات اللي فيها حد واحد، هم دول اللي بشكل فيهم زي ما انا عايز. يبقى دول اللي بتعامل فيهم واشكلهم، الاكس والواي والزد. مش تخشش بقى تحت اللي فيهم دهاليز اللي فيهم بلس وماينس والتايمز والكلام الفاضي ده كله. خش في المونوميالز شكلهم حسب ما انت ايه عايز، اللي هما الاكس واي زد. انا كده هتعامل مع الاكس والواي والزد، مش هتعامل مع الاي بي سي. هنا عندك 2 اكس بلس واي، يبقى انا جيت للريشيو اللي فيها اكس دي عملتها تايمز 2 فوق وتحت، والريشيو اللي فيها واي دي مش هاجي جنبها لان هنا بلس واي فهي بوزيتيف واي زي ما هي، واعمل للتو ريشيوز دول بلس عشان اشكل النيوميريتور ده. هتلاقي الدينومينيتور اتشكل لوحده. يبقى اقول له باي مالتبلاينج الضرب الفيرست ريشيو بين قوسين تقول له لا، او تقول له الانتسيدنت اند كونسيكوينت اوف فيرست ريشيو، antecedent and consequent then added ثم اضافتها to طبعا الايه السكند ريشيو، اضيفها للنسبة التانية. فيلا بينا شد فراكشن بار حلوة كده، x تايمز 2 كده 2x، و 2b تايمز 2 يبقى 2a تايمز 2 يبقى 4a، و b تايمز 2 تبقى 2b. يلا هنعملها بلس الريشيو دي يبقى بلس y وتحت هنا بلس 2b ماينس c. سمبليفاي بقى، وسط الحاجات المطلوبة. 2x بلس y دي هتتساب زي ما هي لان انا عايزها كده بشكلها زي ما هي عشان تظبط تبقى شبه الشكل ده. 4a عندك 2b و 2b يبقى كده 4b، يبقى هنا 4a بلس 2b و 2b يبقى 4b ماينس c. زي ما انت شايف بدأت تشكل ايه الشكل ده. يبقى دي كده بتساوي يبقى دي بتيكوال اي ريشيو من دول، بتساوي دي او دي او دي، بتساوي 1 اوف ذا جيفن ريشيو احد النسب المعطاه، بتساوي الثلاثه دول. يبقى اقول له دي بتيكوال 1 اوف ذا جيفن 1 اوف ذا جيفن ريشيو، 1 اوف ذا جيفن ريشيوز، يبقى احد النسب المعطاه.
يبقى 1 of the given ratios. يلا بقى نبدأ نشكل الايه الفراكشن الريشيو التانية دي، نبدأ نظبطها كده ونهندلها بحيث ايه تبقى شبه الشكل اللي احنا عايزينه. هنا عندك 2x و2y وبوزيتيف z، فانا كده عرفت ان انا هنا في الريشيو اللي فيها x هعمل تايمز 2. طب الريشيو اللي فيها y اعمل لي تايمز 2. طب الريشيو اللي فيها z مش هتعمل حاجه، هتعملها بلس بس. ليه الريشيو اللي فيها z بس؟ طبعا انتسيدنت وكونسيكوينت. هنا عملت تايمز 2 فوق تعمل تحت زيها، تايمز 2 فوق تعمل زيها. هنا ما عملتش حاجه فوق زي ما هي تحت، يبقى هتشد فراكشن بار حلوه كده وتنفذ ده. هتعمل 2 تايمز x، طبعا تقول له باي مالتبلاي، تقول له باي مالتبلاينج الفيرست او السكند ريشيو by A by 2 الانتسيدنت والكونسيكوينت and add them to the third ratio. اختصارا للوقت ايه مش هنعمل ده، انت اكتبها بقى في الورقه براحتك. يبقى اقول له by multiplying الفيرست and second ratios antecedent and consequent by 2 then adding them to the third ratio، اضيفهم على النسبه الثالثه. اكتب انت الكلام ده عشان احنا عشان هنا ضيقه مش هتكفي. 2 times x يبقى هنا 2x، وتحت هنا 2 times 2 يبقى 4a، و2 طبعا ما تنساش توزع times الb يبقى 2b. هنا عندك 2 times الواي يبقى بلس 2y، وتضرب بقى 2 times 2b يبقى هنا 4b، و 2 times نيجاتيف c يبقى نيجاتيف 2c. يلا الزد بلس زد، زد زي ما هي مش هاجي جنبها يبقى بلس زد. انا بشكل دلوقتي النيوميريتور ده، شكلته بقى شبهه، يبقى الدينومينيتور هيتظبط يبقى زي ده لوحده كده تلقائي. يبقى بلس زد بلس اهي بلس 2c ماينس ايه. تبدا بقى ايه تصفي كده الايه النيوميريتور، مش عايز اصفي منه حاجه زي ما هو عايزه. 2x بلس 2y بلس زد عشان يبقى شبه الشكل الحلو ده. تحت بقى صفي الحاجات دي عشان اوصل لده. عندك ادي 4a هتشيل منها ماينس a كده 3a، كده بدات ايه في الطريق الصحيح. 2c النيجاتيف هتتشال مع 2c بلس تبقى يتكنسلوا مع بعض. ادي عندك 2b و 4b اداك 6b يبقى بلس 6b كده زي ما انت شايف عطاك الشكل بالظبط. يبقى كده دي one of the given ratios. سمي دي طبعا 1 وترجع تسمي دي 2، تقول له from 1 and 2 وديديوز ذات بنستنتج ايه. طالما هما الاتنين بيساوي اي ريشيو من دول، يعني دي بتساوي دول ودي بتساوي دول برضو، يبقى هما الاتنين بيأكولوا بعض بيساوي بعض. وديديوس ذات، يبقى الريشيو اللي انا جبتها دي هتيكوال الريشيو دي. يبقى اقول له 2x بلس y over 4a plus 4b minus c هتيكوال 2x plus 2y plus z over 3a plus 6b. كده احنا خلصنا درسنا، كده حصتنا خلصت. كان معاك مستر أمير موسى مدرس الماثماتكس بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.